هل بتعاني من قلق مستمر وتوتر دايم؟ هل انت من الناس اللي مش بتعرف تتحكم في مشاعرك وبينتج سلوك معين وبعد ما بتعمل السلوك ده بتقول انا عملت كده ازاي؟ طب هل انت من الناس اللي مش بتعرف تتحكم في الضغط العصبي وممكن يسيطر عليك ويستنزفك ويستهلك طاقتك ويومك كله ممكن يبوظ وبالتالي حياتك كلها بتتأثر بده؟ طب هل انت من الناس بقى اللي بتستنى يوم الاجازة بقى بفارغ الصبر وممكن تقضيه كله نوم ولما بترجع الشغل تاني بتبدأ المعاناة في انتظار الويك اند؟ هيجي امتى يا جماعة الويك اند؟ طب هل النوم عندك بيبقى فيه صعوبة لما بتيجي تدخل تنام والصحيان بيبقى فيه صعوبة؟ طب هل بتعاني من أعراض جسدية وبتحس بالإجهاد المستمر اللي بيأثر على إنتاجيتك ولما بتيجي تعمل فحوصات طبية بتطلع سلبية رغم كل أوجاعك وآلامك مفيش حاجة بتقول إن أنا عندي إيه؟ طب هل أنت بتلاقي صعوبة في اتخاذ قراراتك؟ طب هل عندك مشكلة دايما التفكير الزايد في المواقف اللي بتمر بيك؟ طب أصبحت فاقد للشغف في جوانب حياتك؟ لو إجابة سؤال أو أكتر من الأسئلة دي بنعم فأنت محتاج تكون موجود معانا في دورة سيكولوجية التعافي. في الدورة دي إحنا بنساعدك تتعافى وتحل كل المشاكل اللي فاتت دي، والأجمل من كده إن أنت بتفهم نفسك وقيمك، لأن معرفة ذاتك هي بداية الطريق. أنا رحاب الشناوي، أخصائية تغذية علاجية وهيلث كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ومدرب دولي معتمد باكسبيرينس أكتر من 20 سنة في أكتر من مجال مختلف سواء التدريب والكوتشنج والنيوتريشن. وخليني أقول لك في الدقيقتين اللي جايين دول إزاي إحنا قادرين نقدم لك عرض زي ده. إن أنا قدرت أساعد حالات كتيرة قبل كده قدروا يفهموا مشاعرهم، قدروا يفهموا نفسهم، قدروا فعلا يتعافوا ويبدأوا يحلوا كل المشاكل اللي فاتت دي على مستوى الأربع أبعاد التعافي، سواء البعد الجسماني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي. أنت بتتألم دلوقتي ومحتاج مساعدة دلوقتي، كل اللي انت محتاجه تلاقي شخص يكون فاهم وعنده من الأدوات والعلم اللي يقدر يساعدك بيها، لأن كلنا بيبقى عندنا عادات كتيرة سلبية بتحاولوا تبطلوها مرة واثنين وثلاثة وبتفشلوا ومش عارفين الحل فين، ومش عارف تفهم نفسك ومش عارف تفهم مشاكلك ومش عارف تتحكم في التوتر والضغط العصبي والقلق المستمر، مش عارف أصلا تحدد قيمك وأولوياتك، فبالتالي تقدر تحدد أهدافك هي متماشية أصلا مع قيمك ولا لأ، وهل أقدر إن أنا أحقق أهدافي دي ولا لأ. علشان كده احنا بنقدم لك في دورة سيكولوجية التعافي كل الادوات اللي انا اتعلمتها في الهيلث كوتشنج واللي انا بطبقها مع الكلاينتس بتوعي عشان يقدروا فعلا يوصلوا لاربع ابعاد التعافي ويقدروا يعيشوا حياتهم بشكل صحي ويكونوا مستمتعين ويوصلوا للسعاده. يا جماعه السر هنا في استراتيجي اسمها CBC استراتيجي، دي استراتيجي انا اوريدي بشتغل فيها مع الحالات اللي انا بتابعهم. الاستراتيجي دي منتهى البساطه انا اتعلمت فيها ادوات كتيره جدا من الهيلث كوتشنج عشان اقدر اساعد بيها الناس على التغيير ان هم يغيروا اي سلوكيات هم بيعملوها، لان اصلا في حاجه اسمها سيكولوجيه البني ادمين لازم انت تفهمها، ان ما قبل السلوك اللي انت بتعمله ده بما فيه افكار وفي مشاعر هي اللي بتخلي السلوك ده بيحصل وانت طبعا مش عارف ده. فمعانا في الدوره انت بتفهم رقم واحد عقلك هو بيشتغل ازاي، محتاج تفهم ازاي اصلا ابدا ان انا ابني عاده جديده، محتاج ان انت كمان تفهم السبع اسباب المسببات للاسترس وتبدا تقيم نفسك معانا في الدوره وتبدا تتحكم ازاي في الاسترس ده، وهنبدا نديك التولز والادوات اللي نقدر نساعدك بيها، سواء بقى في حاجه اسمها ايموشنال وين، في حاجه اسمها لايف ستايل وين، في حاجه اسمها الكيجاي، في حاجه اسمها بيكرد، في حاجه اسمها دراسات كتيره قوي وحاجات كتير جدا انت بتتعلمها معانا في الدورة دي. واهم حاجة ان انت بتعرف عجلة الحياة هتبدأ تتعرف عليها من خلال ان احنا بنبدأ نسألك على اهم 80 سؤال في حياتك، واجابة 80 سؤال دول هم بيكونوا بداية الحياة، بجد بداية ان انت تبدأ حياة جديدة وتبدأ التغيير وبدون حرمان او نظام قاسي. مثلا لو انت بتتبع دايت او انت نفسك تنزل في الوزن او نفسك تحل مشاكل عندك ومش عارف تحلها، لان ده انت هتفهم معانا يعني ايه تغيير نمط حياة، يعني ايه تفهم مشاعرك، يعني ايه تفهم افكارك، يعني ايه تفهم حاجة اسمها المرونة العصبية. حاجات كتيرة جدا انت بتتعلمها معانا بتساعدك ان انت توصل لاهدافك وتحقق نتائجك، ولكن مش بشكل وقتي، تحقق نتائجك بشكل مستمر. وخليني سريعا بقى اقول لك تاني على الحاجات اللي بنقدر نقدمها لك في دورة سيكولوجية التعافي. اول حاجة ان انت هتفهم معايا يعني ايه CBC استراتيجي اللي بتساعدك توصل لاهدافك في الحياة.
تاني حاجة ان انت هتتعرف على عجلة الحياة وتبدأ تقيم نفسك فيها وتبدأ تحط ايدك على المشاكل اللي انت محتاج ان انت تشتغل عليها. تالت حاجة ان انت هتفهم نفسك اكتر، وان انت اي نوع من انواع انماط الشخصيات وتفهم قيمك، بالتالي تقدر تحط اهدافك صح وتحققها. رابع حاجة هتتعلم معايا كيفية ادارة الضغوط النفسية. خامس حاجة هتعرف تحسن من جودة حياتك على مستوى كل جوانب حياتك. سادس حاجة هتتعلم 4 أبعاد التعافي، بالتالي هتقدر ترفع مناعتك النفسية والجسدية. 7 حاجة هتتعلم معايا ازاي تبني عادة جديدة، وده بقى هيوفر عليك طريق من 3 طرق بعض الناس بيروحوا يمشوا فيها وفي الآخر ما بيقدروش يوصلوا لأهدافهم. أول حاجة إن هم ممكن يصرفوا فلوس كتير، سواء بقى دكتور نفسي، دكتور بتاع دايت، دكتور بتاع بطنة، دكاترة كتير، لأنه مش عارف يشتغل على الروت كوز. أنا عندي المشاكل دي ليه؟ رقم 2 إنك تكون زيك زي ناس كتير قوي بتشتغل على جانب واحد بس من حياتها ومش شايفين باقي الجوانب أصلا. آخر حاجة بقى، عشان أنا بقى بعمل فعلا دعم كبير جدا للمشتركين معانا في دورة سيكولوجية التعافي، طبعا ما بقدرش أقبل عدد كبير في الدورة الواحدة وبيكون العدد محدود جدا. فلو انت مهتم ان احنا نكون موجودين مع بعض في دورة سيكولوجية التعافي، احجز مكانك معانا، وبفكرك ان احنا هنساعدك تحل كل المشاكل اللي فاتت دي. هستنى اشوفك في الراوند الجاي ان شاء الله، ولو ما لحقتش مكانك معانا في الراوند دي احجز مكانك في الراوند اللي بعديه. سلام عليكم.